السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد مبارك عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية أجمعين إن شاء الله. ومكملين حبايب قلبي، والنهاردة قلت بقى أعمل لكم فيديو فيه كل نوائم العيد وكل الحلويات والحاجات الحلوة اللي احنا عملناها مع بعض طول شهر رمضان علشان نفاجئكم بالفيديو التحفة الجميل ده. ده البيتيفور اللي احنا عملناه مع بعض، شفتوا الشكل الجميل؟ ودوت الشكل المتعارف عليه اللي احنا كلنا بنعمله، بنلزق اتنين في بعض. عملناه بالشكل الجميل دوت ولزقناه بالمربى والشوكولاتة وكمان بالفرماسيل، حاجة كده ناعمة وجميلة وتحفة. والفيديو بتاعه هتلاقوه برضو على القناة. اكتبي طريقة عمل البيتيفور علم بوجي لوكا وهيظهر لك على طول الفيديو. يا رب يكون عجبكم وطريقتي تكون عجبتكم. انا جبت لكم بس الشكل النهائي علشان خاطر الفيديو اللي النهارده هنعمله ما يطولش عليكم، بما ان النهارده اول يوم العيد واحنا كمان بنستعرض معاكم كل اجواء العيد، فعلشان كده جبت لكم كل الحاجات اللي احنا عملناها علشان يبقى الفيديو كامل وفيه كل حاجة تخص العيد ونواعم العيد. نيجي بقى لتاني حاجة عملناها مع بعض، والبسكوت، بسكوت النشادر. وعملناه بالسمنة، كنا كل مرة بنعمله بالزبدة، المرة دي عملناه بالسمنة وكان هايل وتحفة وناعم جدا، ونتيجته كانت هايلة جدا جدا. انا عن نفسي نتيجته مرضية بالنسبة لي. يا رب الفيديو بتاعه يكون عجبكم. انا نزلت الفيديو على القناة واتمنى ان انتوا كمان تكونوا شفتوه وعجبكم. بصوا شايفين؟ ناعم جدا وجميل، وبرضو طريقته بالتفاصيل هتلاقوها على القناة. انا جبت لكم برضو الفيديو النهائي علشان اجمع لكم كل نواعم العيد. شايفين شكله جميل جدا وطعمه في منتهى الجمال تحفة. عايزة اقول لكم كيلو بسكوت رمى كمية كبيرة جدا، وكمان طعمه تحفة في منتهى الجمال. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم اضغطوا لنا لايك لفيديو البسكوت بالنشادر. انا عملته بالقمع، ما عملتوش بالمكنه لان ما عنديش مكنه، بس عايزه اقول لكم تحفه وسهل جدا وبسيط، ما فيهوش اي تعقيدات ولا اي حاجه، صعوبه خالص خالص خالص، جميل جدا وتحفه. يا رب ان اما تشوفوا الفيديو يعجبكم باذن الله، ولو عجبكم اضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. وده كان فيديو البسكوت. وهننقل بقى على تاني او تالت نوع من انواع العيد، وهو القراقيش بالعجوة. عملناه تحفة جميل جدا، وعملنا كمان ايه القراقيش بالملبن والقرص السادة او الكحك السادة اللي هو هنحط عليه سكر دلوقتي اهو. انا ده حطيت عليه السكر بالشكل ده، شايفين دوت السادة، وكمان دوت اللي هو بالملبن وبالعجوة والبيتيفور معانا. هنرص بقى احنا دلوقتي طبق الكحك بتاعنا الجميل علشان نعيد بقى على بعض بكل انواع الكحك اللي احنا عملناها سوا. وادي بصوا شايفين الجمال والحلاوة، حاجة كده صغنونة وقمر وعسل. دوت اللي هو السادة، علشان هو سادة انا حطيت عليه سكر، ولكن اللي بالملبن او بالعجوة ما حطيتش عليه سكر علشان هو بقى مسكر زيادة، بما ان هو محشي من جوه ملبن ومكسرات وعجوة بالشكل ده كده. بصوا هنرصه بقى كده مع بعض رصة حلوة كده علشان نقدم بقى النهاردة ايه كل الحاجات الحلوة في اول يوم من ايام العيد، ايام عيد الفطر. اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وكمان البسكوت، البسكوت التحفة القمر العسل ده. عايزة منكم بقى الفيديو دوت لايكات كتير كتير كتير، توصلوا لأكبر عدد من المشاهدين علشان الفيديو زي ما انت ما شفتيه واستفدتي منه غيرك يشوف ويستفيد منه ويوصل لأكبر عدد من المشاهدين. خلونا نوصل بقى للألف حبايب قلبي. بصوا كمان بحط كده القراقيش اللي بالعجوة بالشكل ده كده، وكمان البيتيفور. عايزه اقول لكم البيتيفور كان ناعم جدا وكان طعمه في منتهى الجمال، حلو قوي قوي. شايفين؟ يلا انت كمان قومي كده تشجعي معايا ورصي رصة العيد بتاعتك، رصة الكحك بتاعتك، وافرحي بالعيد. وحطي كل حلويات العيد وفترة العيد في اطباق كده ورصي علشان ولادك وهم داخلين وخارجين كده يتسلوا فيها.
وحتى لو جالك ضيف تقدمي له منها. يا رب يكون عيد وفرح وخير وسعادة عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية يا رب، ويدخل فرحة على قلوب المسلمين أجمعين. افرحي كده ورصي الكحك اللي انت عملتيه، وبيني لولادك ولجوزك ولكل اهل بيتك ان انت شاطرة، وان انت خلصتي حاجتك وعملتي احلى حاجات حلوة لولادك ولبيتك، وفرحيهم واسعديهم بحاجات بسيطة ولمسات بسيطة منك هتخلي البيت كله فرح وسعادة وهنا. وحطينا كمان الفاكهة، موز وجوافة، وكمان عملنا ترمس وحمص. معلش انا عملتهم وانا مش معاكم، بس والله كنت تعبانة جدا وبلتهم من قبلها بيوم وعملتهم، بس دي كل حقدوها وشفتوا الشكل النهائي. وكلنا قبل كده على فكرة انا عملت فيديو للترمس قبل كده، فالطريقة بتاعته سهلة وبسيطة جدا ما فيهاش اي حاجة. وكده الفيديو بتاعنا النهائي، جمعنا كل نواعم العيد وحطيناها النهاردة في اول يوم. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم دعوة حلوة من قلبكم، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، واللي أول مرة يشوف القناة يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا إشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. يا رب كل حاجتي تكون عجبتكم، وتقديماتي تكون بسيطة وخفيفة على قلبكم. أتمنى منكم دعوة حلوة من قلبكم وشير للقناة علشان تكبر بيكوا وليكوا يا أحلى مشاهدين في الدنيا. عيد فطر سعيد مبارك عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية أجمعين.